هاد الغرفة كانت غير حيطان، واليوم ولات حلم بلا ميزانية كبيرة بلا فريق، غير فكرة في الراس والإصرار في القلب. واش تقدري تبدلي حياتك غير بقرار صغير؟ خليني نحكي لك قصة من البداية. كنت ديما كنقول وفا خاصك بلاصة ديالك، بلاصة تصوري فيها، تخدمي فيها، تحلمي فيها، ماشي غير تصوير. كنت باغا بلاصة تتمثلني، هادئة أنيقة، فيها الأنوثة وفيها القوة. أول حاجة درتها مشيت لإيكيا. ما كنتش متأكدة من كل التفاصيل، ولكن كنت متأكدة من حاجة واحدة: إلا بقيتي غير كتفكري عمرك ما غادي تبداي. نهار التركاب كان طويل، فيسات، تعليمات، قطع، صداع. شي مرات كنت كنقول واش غادي تخرج كيف ما تخيلتها، ولكن كل قطعة ركبتها كنت كنحس براسي كنركب ثقة جديدة داخلي. كاين واحد اللحظات كتجيك كتشوفي الفوضى قدامك وكتقولي واش درت مزيان، ولكن الفرق بين اللي كيوصل واللي كيحبس هو هاد اللحظة. ومن بعد جاء دور التفاصيل: فرو أبيض، كراسي وردية، طابلة صغيرة. كل قطعة ماشي غير ديكور، كل قطعة كانت إحساس. أكثر حاجة كنت متحمسة ليها هنا كنت كنثبت الألواح، وكل مرة كنحس بالتقدم ولو كان بطيء. ما بغيتش غير رف معمر، بغيت رف يحكي عليا. وبما أننا في رمضان حبت نضيف فيه لمسة رمضانية بسيطة، باش كل مرة نصور فيه نحس بذلك الجو الدافئ ديال رمضان. هلال، فوانيس، أواني تقليدية، كلهم كيعطيو إحساس خاص، وكأننا واجدين نستقبلوا رمضان هنا ونصيبوا وصفاتنا مع بعضياتنا. حتى هذا الركن ما بغيتوش يكون فارغ، حيت بالنسبة ليا الجو كامل خاصو يكون فيه روح. حبيت نضيف هاد اللمسة الصغيرة: سلة، فانوس، وزهور ناشفة، باش حتى قبل ما نبدا نصور نحس بذلك الجو الدافئ اللي كيجي غير في رمضان. وهذاك النهار مشيت شفت الغرفة كاملة، وما بقاتش غرفة خاوية ولا استوديو، ولكن في الحقيقة ولا أكثر من استوديو. ولات دليل أن البداية ما كتحتاج إذن من حتى حد. كنسمع بزاف خاصك إمكانيات، خاصك فريق، خاصك وقت، ولكن الحقيقة خاصك قرار أنك تبداي، حتى إلا ما عندكش كل شيء واضح، حتى إلا ماشي كل شيء كامل. اليوم هاد البلاصة غادي تكون فين نصور لكم وصفاتي، فين نحكي لكم قصصي، فين نبني أحلامي خطوة بخطوة. غادي تكون شهدة على رحلة جديدة. إلا عندك بلاصة خاوية في دارك أو فكرة في بالك، ما تستهنيش بها، يمكن تكون أكبر بداية في حياتك. إلا عجبتك هاد الرحلة ديري لايك وكتبي لي في التعليقات شنو هو الحلم اللي كتأجليه دابا. البارح كان حلم واليوم ولا حقيقة. اجيو معايا نوريكم كيفاش طلع الاستوديو ديالي. بسم الله. اول حاجه غنبدا لكم بهاد ليسباس، هاد ليسباس اللي فيه اللمسه ديالتي، اللمسه الرومانسيه. هادو البنات ديجا كانوا عندي في سالامونجي. حاولت ندير هاد ليسباس باش ندير فيها كان بودكاست، نجلس فيه نجمع معاكم نهضروا نجيبوا مواضيع زوينين ان شاء الله.
صافي حاولت نزيد اغلبيه كلشي كان عندي البنات. هذا ديجا كان عندي، خديت هاد الطويبله باقل ثمن البنات. هادشي راه اثمنه بسيطه، يعني حاولت ندير استوديو ماشي مكلف، شي حاجه اللي بسيطه باش هكايا ما تجينيش صعيبه انني خاصني تكون عندي حاجه عاد نبدا. اقل حاجه هذه ديجا كنت شاريها بمراكش باش شاركتش معكم. صافي درت فيها هاد اللبسه اللي كانت عندي في الدار، حتى هي هذه في الدار. هاد لي بلون حتى هما يلا خديتهم. هذه كيما غتشوفوا في الفيديو راه كانت سليله وحيدتها ودرت فيها الفاز ديالي. هذا كان عندي في الدار. هادو البنات ديجا شاركتو معكم، نتوما كانوا عندي في داري القديمه محطوطين. قلت وفاء اجي خلقي واحد الجو زوين في الاستوديو ديالك، حاولي ديري هكايا التيم ديال لا كويزين. وهذا البنات خديتو اللي ركبتو معكم طرف طرف هكايا، حاولت نوظف فيه هادشي ديال رمضان باش نبقاو في التيم ديال رمضان. بما اننا حنا في رمضان حاولت نجبد كاع داكشي اللي عندي في رمضان، حطيتو قلت وفاء باش هكايا يكون واحد لاغيار بلون اللي غادي نجلس نصور لكم فيهم هنايا، وغنديرو هكايا وصفات ان شاء الله باذن الله. الله يجعلها بدايه موفقه يا ربي. وصافي البنات، وانتم عارفيني مع الغوز درت هذا الفاز ديالي اللي عندي حطيت فيه الغوز، بما انني كلشي دايره بالغوز والتيم ديالي في الغوز ما خصنيش نمشي باش هكايا فين ما تبان لكم شي حاجه بالغوز غتعرفوا وفاء. هنا البنات حطيت هادو اللي ديجا كانوا عندي في الكوزينه راني شاركتو معكم. هادو حتى همايا كنت خديتهم معايا من مراكش. عاوتاني هنايا دي فلور دائما في الغوز باش بقاو في التيم الرومانتيكي. هنايا البنات خليت هاد البلاصه اللي حاولت هيايا ما نخليهاش خاويه، قلت علاش لا نوظف فيها حتى هيايا داكشي ديال رمضان ونحطو هكايا لمسات ديال رمضان ويجي هكايا مستيلي. هادشي كلشي البنات كان عندي في الدار، هادشي كلشي من داكشي اللي عندي باش هكايا. اهم حاجه هو انني خاصني ندير واحد الحاجه اللي نبدا فيها وما نتسناش حتى يكون عندي عاد ندير. وبما انني انا خليت داري اللي فيها هاد ليسباس اللي كنت كنصور لكم، قلت ضروري غادي نلقى شي حل انني نخلق واحد الجو واحد اخر اللي غادي نبدا فيه التصوير باش هكايا نبقى قريبه لكم، وحتى نتوما تحسوا بيا انني كنوجد معكم اي حاجه بغيتوها باش هكايا توصل من القلب الى القلب.